سال التوقف الدولي وبهذا الشيء رجعوا الدوريات ورجعوا ماتشات اللي قويه. مانشستر سيتي ضد ليفربول في كاس الاتحاد الانجليزي، برشلونه واتلتيكو مدريد اللي كانوا في الدوري الاسباني، القمه اللي كان كلشي كيتسناها، وكذلك ريال مدريد ضد ريال مايوركا، الماتش اللي تعثرت فيه الريال، ارسنال اللي في مفاجاه كتخسر قدام ساوثهامبتون في دور ربع النهائي من بطوله كاس الاتحاد الانجليزي. هادشي كامل غنشوفوا اليوم، ولكن قبل ما نبداو ما تنساش تخلي معك لايك ومتابعه. يلا ندخلوا في الملخص وغادي نبداوها من الماتش اللي جمع مانشستر سيتي ضد ليفربول. الماتش اللي كان على ملعب الاتحاد، الماتش اللي كان حصه تدريبيه بالنسبه لمانشستر سيتي، يعني رباعيه مقابل لا شيء. ليفربول هذا العام راه ضايعه، ما قادره دير حتى شي حاجه، لا في الدوري الانجليزي ولا في دوري الابطال ولا في اي بطوله. الفرقه منهاره تماما. كيبان ليا ان هذا هو الموسم الاخر ديال ارني سلوت، ربما غادي يجي من موراه تشابي الونسو، المدرب اللي عنده افكار مزيانه ويقدر يعطي الاضافه لهاد الفرقه. جماهير ليفربول راه ما غاديش تبقى تصبر على ارني سلوت. ارني سلوت دار الموسم الاول موسم اللي كبير، حقق فيه الدوري، ولكن هذا الموسم راه ولا غير كيخربق. الخطه ديالو راه ما بقاوش واكلين في البريمير ليغ ولا مع اي فريق في العالم. راه الفرقه تراجعت بزاف، ومانشستر سيتي مع بيب غوارديولا من مورا ما تقساش قدام ريال مدريد، حقق بطوله امام الارسنال هي كاس الرابطه الانجليزيه، واليوم كتربح ليفربول. الفرقه بدات كترجع للفورم اللي كانت فيها، وهذا الشيء كيتحسب لبيب غوارديولا، المدرب اللي عرف كيفاش يسير الماتشات ديالو، خلى الفرقه ما تنهارش نفسيا ويقدر يحقق هذه البطوله الثانيه على التوالي، بسبب ان الطريق راه ولات سهله. يعني ارسنال الفرقه القويه راه تقسيت اليوم قدام ساوثهامبتون. ومن هذا الماتش غادي نمشيو للماتش ديال ريال مدريد ضد ريال مايوركا، الماتش اللي ضاعت فيه الريال وضيعت الدوري، والدوري بنسبه 90% راه غدي برشلونه. البارسا مني ربحت اتلتيكو مدريد راه وسعت الفارق ل7 نقاط، يعني الدوري تحسم وباقي غير 8 الجولات وتحسم لا ليغا، وبنسبه 90% فراه برشلونه حسمت الدوري. ريال ظهرت بوجه سيء اليوم، واللعابه ما قدموا حتى شي اضافه، ووسط ريال مدريد كان تايه تماما من بعد ما لعبش فالفيردي اللي كان مطرود بالبطاقه الحمراء. يعني كيف ما كنشوفوا بان فالفيردي راه هو اللي هاز الوسط ديال ريال مدريد، وهو اللاعب اللي كيدير كل شيء، يعني كيغطي المساحات خلف الظهر ديال اللعابه وكذلك كيسجل في الهجوم. ومن بعد ما غاب اليوم فراه شفنا الفرقه ما قادره تصنع خطوره. صحيح الريال كان عنده الاستحواذ، ولكن استحواذ سيء، استحواذ سلبي، الفرقه ما قدمت حتى شي حاجه وما دارتش شي خطوره اللي تشفع عليها باش انها تربح. عوده جود بيلينغهام وكيليان امبابي راه ما كانتش مناسبه. كيليان امبابي ضيع جوج فرصات اللي كانوا غادي يقلبوا الماتش، وضيع جوج بيوتا اللي محققين. حارس مايوركا دار تصديات اللي مزيانه، ولكن هذوك الكواري راهم سهله وما يضيعهمش لاعب بحال كيليان امبابي. ومايوركا طلقش عليهم رصاصه الرحمه في الدقيقه 91. الحاجه الايجابيه في ريال مدريد في هذه المباراه وهي عوده ايدير ميليتاو، اللاعب اللي كان مصاب، ودخل وسجل هدف التعادل، ولكن الفرقه ما قدرتش تحافظ على النتيجه. مايوركا راه من اصعب الفرق اللي كاينين في الدوري الاسباني، فرقه في متديل الترتيب، ولكن ملي كتلعب ضد الريال ولا ضد البارسا فراه كتحول فرقه مرعبه. الشيء اللي شفنا اللعابه ديالهم كيقدموا مستويات خرافيه، وكيف ما قلنا ريال مدريد ضاع عليه الدوري بنسبه 90%. البارسا اليوم راه ربحت الاتليتيكو، قدمت ماتش كبير والدوري راه مستحق. ومن هذا الماتش ديال الريال غادي نمشيو للماتش ديال البارسا والاتليتيكو، الماتش اللي كان فيه البارسا مسيطره، والماتش انقسم لجوج اجزاء، الجزء الاول قبل ما نطرد والجزء الثاني من بعد الطرد. قبل ما يطرد لاعب ديال الاتليتيكو صنعت فرص خطيره وكذلك سجلت هدف التقدم، لكن البارسا قدرت ترجع وسجل لها ماركوس راشفورد هدف التعادل. ولكن لاعب اتليتيكو من بعد ما تحصل على البطاقه الحمراء قلب الاوراق على سيميوني وخلى المدرب يعاني. شوط كامل 45 دقيقه غتلعبها وانت ناقص العدد، وقدام البارسا الفرقه اللي كتستحوذ والفرقه اللي عندها لعابه كيصنعوا الفارق، يعني فرصه ولا جوج راهم ما غاديش يرحموك. انت تلعب ب 11 وغادي يسجلوا فيك، فما بالك بانك تلعب بتسعه لعابه. ولكن راهم باقيين جوج ماتشات بين البارسا والاتليتيكو، وهاد الماتشات بجوج في دوري ابطال اوروبا. سيميوني غادي ينتقم من البارسا ولا البارسا غادي تعاود تربحو عاوتاني. بالنسبه للماتش ديال الاتليتيكو فراه كان واحد من اصعب الماتشات بالنسبه للبارسا في لا ليغا، يعني كون خسرت البارسا فراه كانت غترجع الفارق 4 نقاط، ولكن الفرقه عرفت كيفاش ترجع وعرف فليك كيفاش يربح، والتغييرات ديالو داروا الاكل ديالهم. يعني من بعد ما دخل روبرت ليفاندوفسكي قدر يسجل الهدف الثاني، وهذا الهدف هو اللي خلى البارسا تاخذ 3 نقاط ثمينه. الهدف راه جا في توقيت اللي ما يمكنش، يعني حتى قرب يسالي الماتش. اتلتيكو بقات مدافعه وبقات كتحاول تحافظ على النتيجه التعادل، ولكن برشلونه ما رحمتهاش وسجلت الهدف الثاني. اما بالنسبه للمفاجاه وهي سقوط ارسنال خسرت قدام ساوثهامبتون بثنائيه مقابل هدف.
ما يمكنش. يعني ارسنال فرقه المرعبه، والفرقه اللي كدير انطلاقه خرافيه، من فرقه كتنافس على كاع الواجهات الى فرقه باقي لها غير الدوري ودوري ابطال اوروبا. يعني خسرت كاس الرابطه قدام السيتي في الفينال، وحاليا تقسم الربع قدام ساوثهامبتون دارت ماتشات اللي مزيانين وبينت بانها تقدر تقصي اي فرقه، والاداء الكبير اللي داروا اللعابه ديولها والقتاليه الكبيره فراه شفعت عليهم بانهم يربحوا. وهدف الفوز جاء 3 دقائق الاخرى، هدف ارسنال اللي سجلته عن طريق السويدي فيكتور جيوكيريس من بعد ما كانت خاسره، وجاب ليها هدف التعادل. ولكن المشكله هي ان الفرقه ما قدرتش تحافظ على النتيجه وما قدرتش تضيف اهداف اخرى بالرغم من السكواد المرعبه اللي عندها ومن جوده اللعابه اللي ما يمكنش. يعني عندها جوج تشكيلات ولا ثلاثه. هذا التوقف الدولي راه كان فعل سيء على ارسنال وعلى ارتيتا. الفرقه راه خسرت اكثر من 9 لعابه في التوقف الدولي بسبب الاصابه، يعني اغلب النجوم ديولها ضربوا بسبب الاصابه، وهذا الشيء غيأثر على الفرقه وتقدر تخسر حتى لقب البريمير ليغ الا بقات كتضيع النقاط بهذه السذاجه. كتخسر ضد فرق ضعاف، هذه حاجه اللي تقدر تخلي هذا هو اخر موسم بالنسبه لارتيتا، من مدرب كينافس على كاع الالقاب الى مدرب يقدر يطير في اي لحظه. اشنو بان لكم؟ واش ارسنال غادي تقدر تحافظ على النتائج ديالها وغادي تقدر تقدم ماتشات كبيره وغادي تقدر تحقق الدوري وتحافظ على الصداره؟ بالنسبه لتشيلسي اللي ربحت بسباعيه، الماتش كان سهل، المنافس راه كان ضعيف والتفوق كامل كان لصالح تشيلسي دارت كل شيء في الماتش، والسباعيه راه كتبين لك الفارق بيناتها وبين الفريق الاخر، وهذه حاجه راه طبيعيه بسبب الجوده الكبيره اللي عندهم. هذا هو الملخص ديال اليوم. الى عجبك الفيديو ما تنساش لايك ومتابعه، وخلي لينا شنو هي افضل ماتش تفرجتي فيه اليوم. الله.